وانت واقف قدام الكاميرا بتمثل اول مره، كان احساسك ايه؟ والله هو كان فيه رهبة في أول مشهدين شوية، لأن طبعا أستاذ محمد فاضل برضو اسم كبير يعني عشان طبعا. تقف قدامه وتعملي مشهد برضو. مم. لكن هو الراجل في تعامله شيك جدا جدا جدا. مش كانش بيوترك لا لا بقى لا، والحاجات بالعكس دي؟ بالعكس تماما، بالعكس تماما. ده كان بيهدي وهو واثق فيا وواثق في المجهود اللي أنا عملته. مم. فده كان برضو مديني إحساس بالاطمئنان، مم. وفاهم إن أنا جوه إن أنا يعني. مم. فهو كان ليه توجيهات معينة في شكل الحركة مثلا، في تون الصوت، في بعض الرياكشنات، في بعض المواقف. لكن بشكل عام كان سايبني براحتي جدا جدا وواثق فيا جدا يعني. فانا بشكره جدا طبعا على الثقة دي، لانه اداني فرصة برضو اني ما يعني ان اترجم كل اللي اتعلمته بقى في الورش بشكل كويس. بس كان في رهبة شوية في اول مشهدين تحديدا، اللي هم كانوا في بيت جليلة تحديدا. دي كانت اول مشاهد اصورها. ففي منهم مشهد مثلا او حاجة انا لاحظت وانا بتفرج ان انا كان في توتر. بعد كده الدنيا بعد كده الدنيا مشيت بقى وردود بشكل كويس. الافعال بقى وكده. الحمد لله والشكر لله، والله الحمد لله والشكر لله، معظمها الحمد لله ايجابي جدا جدا يعني، وماشيه الامور بشكل كويس استاذ بفضل الله. نصر محروس طبعا فرحان بنجاحك في الحمد لله. سيد ما انا درويش. يعني نجاح استاذ نصر نجاحي، ونجاحي نجاح استاذ نصر. احنا كلنا واحد هنا في الشركه، والنجاح لينا كلنا مش لواحد بس يعني. انا بقول لك فرح يعني بنجاحك طبعا في الحمد لله والله الحمد لله. طبعا طبعا. احسن يعني. شايف ان احلى مرحله في حياتك يا استاذ مصطفى ايه؟ انت يعني مريت بالتلحين وكان نفسك فتره تبقى مطرب، وبعدين مرحله ملطشه القلوب وهكذا. انت يعني شايف والله هي كلها حلوه يعني. انا كل مرحله في حياتي الصعوبات شوفي، هي الصعوبات موجوده في كل مراحل الحياه عند كل الناس. بس انا بالنسبه لي ما يعني كلها حلوه يعني. كل اللي بيعدي عليا بتعلم منه يعني، ما بيعديش كده يعني. كده في مره مثلا وانت ماشي لا حاجات لا 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 الحمد لله. لا. انا طول عمري ما ببصش ورايا، ودايما ببص لنص الكوبايه المليان، ما ببصش للنص الفاضي يعني اي موقف سلبي يعدي في حياتي بشوفه من منظور ايجابي مش من منظور سلبي. فالحياه بالنسبه لي كلها الحمد لله لطيفه بكل ما فيها بقى، كل ما فيها من سلبيات وكل ما فيها من ايجابيات يعني. نتعلم بس اهم حاجه من كل موقف يعدي بينا سواء سلبي او ايجابي. التلحين بقى عندك كنت مستمتع انا يعني انت عملت حاجات عظيمه جدا، فبالنسبه لك اقرب حاجه ليك ايه في التلحين؟ اما كل اصل بصي، الملحن الاعمال بالنسبه له تبقى زي عياله يعني. يعني حته منه يعني. برضه بعتز بكل حاجه عملتها، بس اقربهم مع فري ميوزك مثلا كانت اغنيه وحشتوني. دي اغنيه قريبه مني جدا، كلمات استاذ نصر وتوزيع رامي سمير. دي من الاغاني القريبه مني جدا جدا. وان شاء الله الفتره الجايه مقدمين برضو عملين 3 مع بعض برضو، لحن وكلمات استاذ نصر برضو باذن الله في الالبوم غداره. وان شاء الله برضو في اشكال مختلفه من الاغاني يعني باذن الله تعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هيبقى في غنى كتير ليك الفتره الجايه باذن الله. لا احنا دلوقتي خلاص بنعاملك كانك مصطفى درويش. لا يا ستي ربنا يخليك يا ولد، الله يحفظك يا رب. شكرا. يعني كونك ان انت تدخل في الشخصيه بالشكل ده والناس تحبها، فده كان مهم جدا. والصوت كمان وانت بتغني الناس حبته جدا. طريقه الغنى بقى انت كنت حريص انك تعملها بشكل معين؟ الغنى انت وصلت سؤال مهم جدا. انا ما حفظتش الغنى من اي حد غناه جديد. انا حفظت الغنى الاغاني من المصادر الرئيسيه. يعني الحاجات اللي بحفظها لسيد درويش لو مش موجوده بصوت سيد درويش كنت بسمعها من اقرب واحد غناها لسيد درويش. يعني استاذ مثلا حامد مرسي مغني زوروني، زكي فندي مراد مثلا، ابو ليلى مراد مغني زوروني في العشرينات، وليها طريقه في الغنى غير اللي الناس مغنيها كلها. في كوبليه مثلا ما تغناش اصلا دلوقتي. النصوص نفسها اللي مكتوبه بيها في الكتب ربما في كلمه وكلمتين وثلاثه مثلا مكتوبين ما تغنوش، في جمل ما تغنتش، في كوبلات ما تغنتش. فحفظ الاغاني كان من خلال المصادر الرئيسيه اللي هي اقرب او الاقرب لحياه سيد درويش. لان اكيد اللي بيغني سنه 20 او 21 او 22 او 23 او في العشرينات كلها حتى بعد سيد درويش ما مات كان يا سيد درويش حاضر تسجيله، يا محفظه، يا بيقول له يغني ازاي.
خاصة ان سيد درويش كان من الناس اللي بتعتز بشكل الحانها جدا، ما كانش يحب حد يغير في شكل اللحن بتاعه. وبالتالي اي حد غنى في الفترة القريبة من سيد درويش يعني انا ازعم ان هو اكيد هو ده الغنى اللي سيد درويش كان عايزه يعني. وبالتالي حفظت طبعا من المصادر القديمة الأصلية للأغاني المتاحة طبعا اللي فيه ليها مصدر يعني. انت لما دخلت في التجربة دي وعشت الناس دي العظماء بتوعنا، حسيت ان هم واخدين حقهم ولا لسه احنا محتاجين نديهم لا اكتر؟ لا لا محتاجين طبعا يعني. انت طبعا خدت في كتب وفي دراسات عنهم وشفت لقاءات وكده، فاكيد شفت الحاجات اللي متاحة بالنسبة لهم. احنا لسه ينقصنا حاجة في التاريخ ده. هو الناس اصلا ما تعرفش حاجه، هو يعني هي الناس اصلا بتستنى مسلسل عشان تعرف معلومات او سيره ذاتيه لفلان. ما اعتقدش ان ده صح يعني. هي الحادب المفروض يقرا عشان يفهم الناس دي كانت عايشه ازاي وتعبوا ازاي عشان خاطر يعني يحطوا اساس للفن المصري. انا بتكلم تحديدا عن نجيب الريحاني وسيد درويش وبديع خيري. انا بتكلم على الثلاثه دول. لان الثلاثه دول المفروض عملوا تجربه يعني جدا، نقلوا المسرح من مسرح تقليدي جدا لمسرح غنائي ده ما كانش موجود في مصر. سيد درويش اغانيه كانت بره الصندوق تماما. اغاني الطوائف دي اللي عملها جوه المسرحيات كانت بره الصندوق تماما. كان شكل الحانه مختلف حتى في الادوار. كان شكل سيد درويش في الادوار مختلف عن كل الادوار اللي كان عاملها محمد عثمان مثلا وغيره. هو يعني ادى هويه للالحان المصريه بره الغناء التركي اللي كان الالحان المصريه متاثره بيه. هو طلع بره الصندوق وابتدى يعمل هويه لشكل الالحان المصريه والغناء المصري. طبعا كان حواليه جنود عظماء بيكتبوا له زي محمد يونس القاضي وبديع خيري وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فمع طبعا وجود استاذ نجيب الريحاني والمسرح بقى، ونتنقل المسرح من مسرح تقليدي جدا وروتيني جدا لمسرح غنائي، الممثلين يغنوا ويبقى فيه استعراضات على المسرح. كل ده كان جديد في الفتره دي. انا عايز اقول لك ان من سيد درويش في مسرحيه شهرزاد مثلا اللي هو مسرح، وهو مسرح سيد درويش كان عمل مسرح لوحده بعد كده. كان مقدم فيها مثلا لاول مره 26 عازف وعازفه على المسرح بقياده مثلا واحد اسمه ميسيو كاسيو، اعتقد كان ايطالي في ذلك الوقت يعني. وده كان يعتبر اول اوركسترا يعني. سيد درويش اخترع مثلا فن المونولوج الغنائي. المونولوج مش المونولوج الفكاهي، المونولوج الغنائي اللي هي اغنيه ملهاش انترو، ملهاش لازمه، ملهاش جزء بيتكرر في اللحن، بتتقال من مقام واحد ويقفل مقام مختلف. والشكل ده مثلا استمر لحد اواخر الثلاثينات وبعد كده اندثر لان كان فيه صعوبه، لانه قايم برضو على الاسترسال، عايز مطرب شديد وملحن شديد عشان يطلع بشكل كويس يعني. يعني عايز اقول لك ان هم ساهموا بشكل رئيسي في وضع اسس الفن المصري في المسرح والغناء والتلحين. محتاجين على المستوى الثقافي نكتب عنهم اكتر اكيد، ويبقى ليهم كتب أكيد. اكتر، او يقدم عمل يعني كمان الثلاثه دول تحديدا يعني عمل مفصل عشان الناس دي يبقى عليها ضوء قد ايه فادت الفن المصري. السيرة الذاتية برضه بتبقى مهمة، واحنا يعني او الكتاب والمثقفين في مصر على مستوى القراءات وكده بيبقى ده مهم برضه. اكيد اكيد. اتمنى طبعا الناس تقرا يعني، الناس مقصره جدا في قصه القراءه دي يعني. طبعا. عشان احنا بقينا في الزمن اللي يعني بناخد اكتر من النت اكتر، بنستسهل، بنبقى ماسكين التليفون. مش شايف ده؟ بس انت سبت ده بقى الفترة بتاعت القراءات بتاعتك، صح؟ لا التليفون قصدي يعني النت. لا انت كنت ورقي بقى. بالعكس، لا ورقي في مرحله. انما بقى ورقي الصبح ونتاوي بالليل لان بالليل كنت بحب برضو ادور اشوف مين قايل ايه يعني سيد درويش. فكنت برضو ببحث عن النت كتير جدا، وفي مقالات منشوره على النت مهمه جدا برضو ما قريتهاش. بس انت برضو ما سبتش قصدي الورقي كمان يعني. لا الورقي مهم جدا، اهم كتب وحاجات. الورقي اهم. بس اقصد اقول لك برضو النت عظيم جدا لان في لقاءات مصوره مع ناس تقيله في الفن المصري طبعا كانوا بيتكلموا عن سيد درويش. فده مهم ان انت تجمعي معلومات. كان ممكن يا استاذ مصطفى تكتفي بس بالنت. انت كممثل محتاج تشوف فيديوهات، انت فاهم قصدي؟ اه فده بالنسبه لك كان كفايه يعني مثلا.
يعني في ناس بتفكر كده ان انت تشوف فيديوهات بصي وكده. انا ما حاولتش اثر باي شكل من ايوه الاشكال. ده اللي بتكلم فيه، يعني ان انا انت كان بيوصل انما ان انت تنزل وتشتري كتب لسيد درويش وتقراها كلها، مش كتاب واحد ولا اتنين، لا فاهم. لازم طبعا لازم كتب وطلع نوتس منها كمان، الحاجات مم. المهمه كنت بكتبها على جنب يعني. مم. يعني ما انا برضو خدي بالك ان آفة العلم النسيان، فانت مهما قريتي يعني اكيد مش كل المعلومات هتركز في دماغك، كان مم. لازم تطلعي برضو الحاجات المهمه قوي اللي تقدر تفيدك في بناء الشخصيه، مم. تكتبيها على جنب كده كمان وتذاكريها. مم. مهم جدا 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 يعني. العود بقى، انت اصلا في العود ايه؟ لا العود انا يعني ضعيف جدا، كمان بس الحقيقه في الخمس شهور دول انا كنت بقعد اذاكر عود بال 12 ساعه في اليوم يعني، عشان 12. بس امثل مشهد دقيقه ولا حاجه يعني. مم. ف لا العود الحقيقه كان بالنسبه لي صعب، ده كان اصعب، كان صعب ده ولا؟ جدا جدا، لانه مسؤوليه تانية غير التمثيل. مم. يعني مسؤوليه تانية غير التمثيل، ازاي برضه تطلعي بشكل مشرف قدام الناس مم. عشان الناس تصدقك. مم. ده خد مني مجهود كبير جدا 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 جدا، وكمان حفظ الاغاني بتاعت سيد درويش على العود برضه مش سهله، ان هو سيد درويش بيعمل السهل الممتنع، فلما تيجي تقولي شغله على العود ممكن تغنيه، بس لما تيجي تتابعي العود هتلاقيه عامل جمل ساعات يعني بتبقى صعبه جدا، مم. ونقلاته كانت بره الصندوق. مم. فهو كان عامل حاله معينه، انا حاولت يعني اتقمص بشكل الحاله اللي كان فيها دي بقدر الامكان يعني. انت كنت صادق الحقيقه في نقل سيد درويش، وكنت حريص عليه يعني، لان ده قامه كبيره في بلدنا، وانت كنت قد المسؤوليه دي. الله يخليك. وده بان في ازاي طريقه دخولك في الشخصيه، يعني ما استسهلتش في ولا تفصيله فيه يعني. الله يحفظك. فاحنا الحمد لله، شكرا، انا بشكرك جدا، ربنا يخليك. وبنشكر كل حد بيعمل مجهود في شغله، يعني انه والله هو ده المفروض لما يبقى عندنا نعمل احسن، ليه لا يعني فاهم. الاستسهال في اي حاجه مش حلو يعني. وبعدين من عمل منكم عمل فليتقن، ده الاتقان بقى بجد، فمتشكرين الحمد ليك. لله حبيبتي، ربنا يخليكي، متشكر جدا يا زوجتي. وبعدين بقى احنا بقى نحب حاجه دايما، لما يعني في حاجه اغنيه معينه كده، لما انت عملتها، انه لما حد بيسالك على جنسيتك بتقول له ايه؟ ينفع تغنيها؟ لا انا ابن سينا والصعيدي والسواحلي لسه صاحي من النوم وانا ما اقدرش اغني. طب قول لي. انا ابن سينا والصعيدي والسواحلي وابن المدينه والجنوبي وابن ريف، باب التاريخ دجيته على وسعه اتفتح لي، اهزم طغاه واقسم مع اخواتي الرغيف. كلمات محمود عبد الله، الشاعر السكندري الجميل، توزيع استاذ حميد الشاعري، وغنيتها مع استاذ حميد واستاذ علاء عبد الخالق من فتره كبيره، من حوالي 2014 ولا حاجه. بس جميله. الله يخليك الله يخليك. انا ابن سينا والصعيدي والسواحلي وابن المدينة والجنوبي وابن ريف، باب التاريخ دقيته من وسعه اتفتح لي، اهزم طغاه واقسم مع اخواتي الرغيف. انا حضن خير وامان وللعالم فتحته، مش ممكن اغدر بيك فوق ارضي ولا بيع. انا طيبة الشعراوي وهدوء وسماحته، الدين لربي والوطن ده للجميع. انا كل شبر في ارض مصر وكل حارة، انا الهرم و7000 سنة من الحضارة، حجر أساس العلم بإيديا اتبنى، وسبقت بيه كل الوجود وبقت منارة. مرحلة ملطشة القلوب بقى كانت دي المرحلة بقى مهمة جدا طبعا، لأن دي كانت وش سعد علينا الأغنية دي، وكانت أول تعاون في أغنية سنجل مع شركة فري ميوزك أستاذ ناصر محروس، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيها كرم عظيم يعني. حققت حلمك أخيرا.
في الأغنية؟ يعني ما انا ما باخدهاش كده، مش قصه تحقيق حلم يعني، هي كنا موفقين بفضل الله يعني. والاغنيه يعني الحمد لله عدت يعني عدت توقعاتي انا شخصيا يعني، بفضل الله يعني، كلها توفيق من عند ربنا. شويه كده وشويه كده، خدي بالك انت مش لازم ان انت يعني طول الوقت طبعا. لان احنا بنبقى عايشين يعني طول الوقت تحت ضغط عصبي على فكره. هنعمل مش يعني، هي مش قصه ان احنا عملنا اغنيه، انت من اول بدايه الاغنيه، من اول اختيارها لحد ما بتنزل، لحد يعني انتظار ردود فعل الناس هتبقى ايه، لحد ما تفكري في اللي بعديها هتنزل، يعني دايما عايشه تحت ضغط عصبي. ف يعني الحاجه اللي بتبصم بنعدي على طول يعني، بنفكر بقى في اللي جاي هيبقى ايه، مش بنقعد ماسكين في النجاح اللي حصل ده، بنقعد نفكر بقى هنكمل ازاي. بس احنا كناس بنقعد بقى نفكر كل شويه من نجاح. ايوه، عشان الناس بتقعد تسمعها لغايه دلوقتي. لا والله يا وهتفضل تشوف سيد درويش كمان. فنفضل ما هو الفنانين كده بنفضل يعني فاهم ان لما يعملوا حاجه محترمه او جميله او الناس حابينها الحمد لله بتبقى متجدده بقى. والله نحمد ربنا، وكلها توفيق من عند الله سبحانه وتعالى في كل الاحوال يعني. ونتمنى ان شاء الله نقدم الافضل الفتره اللي جايه، مش هنقعد ماسكين بقى مش هتقول لنا ده احنا لسه فيه اصلا. لا اقصد احنا في الجاي مش هنقعد ماسكين في ده، احنا خلاص خلصنا الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يعني. لا ده تفكير حلو طبعا، ادانا يعني الحمد لله حاجه كويسه، نفكر باذن الله في اللي جاي يعني بقى. هتقول لنا اي حاجه انفراد كده من الحاجات اللي جايه؟ والله بصي، احنا كنا نازلين بشغل بس كاس العالم يعني، احنا نزلنا بغداره، وفي لسه طبعا الحمد لله شويه اغاني كويسين جدا جدا، بس عملنا كوز كده لحد مع كاس العالم يعدي ان شاء الله. بعد كاس العالم هيبقى في توالي للاغاني بقى بتاعت الالبوم باذن الله، باذن الله يعني. فما اعرفش اللي جاي هتبقى ايه يعني، احنا مخلصين مجموعه اغاني يعني، معانا بلال سرور في التلحين، ومعانا عزيز شافعي، وفي حاجات تانية، وفي ناس جديده مقدمينها برضو في اللحن وفي التوزيع. فانا ما اعرفش الاستاذ نصر هيختار ايه ينزله الفتره الجايه، مش عارف الصراحه بالتفصيل يعني. خير في ان شاء الله حاجات كويسه. كويسه. اتعرض عليك حاجات بره يعني بعد سيد درويش يعني لا ما نهلكش ولا حاجه يعني، في حاجات كويسه ان شاء الله في السكه باذن الله يعني، ما فيش حاجه اكيده لسه، بس في شويه مشاريع كده لسه بتدرس يعني. وتلفزيونيه؟ تلفزيونيه مبدئيا، ولسه سينمائيه لا. اللي اتعرض عليك تلفزيونيه وبتفكر؟ لسه بقى نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. وبعيدا عن اللي بيتعرض علينا، زي ما بقول لك احنا في الشركه هنا اصلا عندك يعني، اصلا اعدادي في التمثيل كان بيتم عشان خاطر الشغل اللي احنا هنعمله في الشركه اصلا. سيد درويش سبق. سيد درويش سبق سيد درويش سبق بالظبط. بس ان شاء الله اللي جاي يعني يكون كويس باذن الله. اهلا بك في عالم التمثيل. الله يخليك يا ولد، تسلمي، متشكر جدا. انا متشكر على اللقاء الجميل ده. الله يحفظك، شرف ليا، ومتشكر ليكي ولمجيتك لحد عندنا، وشرفتي ونورتي ست الكل. الله